سلام حبيباتي الحلوين، ان شاء الله يا ربي كامل تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله مع تينا جيتكم وجبت لكم هاد لاغوسيت رولي بدون طهي بدون فرن وبدون جينواز. هنا كيما راكم تشوفوش نحتاج في المكونات. عندي بواط بسكوي ماكاو رحيته مع كيلة تاع كاوكاو كيما راكم تشوفوا فيها كاوكاو وهذاك البسكوي ماكاو رحيتهم مع بعضهم. بالنسبه للكاوكاو لازم يكون محمص، وهذاك البسكوي تحطيه مع هذاك الكاوكاو وترحيهم في الروبو تاعك حتى يوليو رقاق بهذا الحجم. ابخي واش راح نزيد لهم؟ هنايا عندي نص كاس تاع زبده، بالنسبه للزبده تذوبيها حبيبتي. وهنايا عندي كاس تاع حليب، هذاك الحليب تاعك تضيفيه تدريجيا وتلمي حتى هذاك المكونات تاعك تولي الشكل تاعها يعني كيما العجينه، كي تولي تلميها بيدك كيما هكا تتلم. هنا كيما نعرفوا الحال شوي بارد، صافي هذيك الزبده تاعك راح تجمد لك بالخف وراح تخلي هذيك المكونات تاعك تجي يابسه. انت فقط ضيفي الحليب بالتدريج حتى تحصلي على الشكل والقوام اللي حبيتيه انت. هنا كما راكم تشوفوا حبيباتي تحصلت على هذا الخليط كما راكم تشوفوا فيه طري ومتماسك. هنا واش راح ندير له؟ حنخليه اكوتي ونروح نحضروا الحشو تاعنا. بالنسبه للحشو واش نحتاج؟ عندي درت كاس تاع بودره شونتيي ودرت نص كاس تاع ما يكون بارد. طلعت هذيك الكريم شونتيي بالماء. من بعد واش راح نضيف لها؟ هنايا راح نضيف لها هاد القطع الفواكه. تقدري تعوضيها بالمعجون ولا ليسونسيال. هاد المعجون يخليها تجي هذيك الكريم تاعك تعطيها واحد الحموضه هكا تهبل كيما راكم تشوفوا يا زينات. يعني الوصفه تاع اليوم سهله وسريعه وبالخف تحضريها ومامسي تجي بنينه. كيما راكم تشوفوا هنا واش راح ندير؟ راح نجيب بابي كويسون ونحط فوقه هذاك الخليط تاعي ونجيب القراص ونطرح هذيك المكونات تاعي بسمك يكون متوسط، ما تكونش رقيقه بزاف وما تكونش خشينه، خلاص بسمك يكون متوسط. هنا كيما راكم تشوفوا فيها غير بالعقل نحاول نسيسها باش ما تتفتت ليش، باسكو فيها الزبده وهذيك الزبده راح تخلي الخليط تاعك يتفتت سورتو كي يكون في مكان بارد، باسكو من بعد كي تحطيها في بلاصه سخونه راح تتماسك وترجع كيما كانت. يعني غير قرصيها غير بالعقل. من بعد هذوك الحواف تاعها سقمتهم، نحيت هذوك لي شيت بالموس باش من بعد كي نروليها يجي الشكل تاعي متقون. هنا واش راح ندير؟ راح نجيب هذيك الكريم شونتي اللي طلعتها وحطيت لها هذاك المعجون، راح نحطها من فوق بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا. نحاول نطرحها بطريقه اللي تخلي هذيك الكريم تاعي ما تكونش جهه اكثر من جهه باش من بعد كي نروليها ما يكونش الرولي تاعي هابط من جهه وخشين من جهه. صافي حاولي تطرحيها متساويه كما راكم تشوفوا هنايا بالاستعانه بالبابي كويسون هذاك. راح نعاود نروليها بهذه الطريقه. كما راكم تشوفوا الطريقه بزاف سهله وبزاف بسيطه وما فيهاش مكونات بزاف. يعني عاود ما نديروا هذيك الطريقه تاع الجينوازيتو. صافي حبيت نسهل عليكم بهذه الطريقه، راح تحصلي على رولي بابسط المكونات وباقل تكاليف وفي فتره وجيزه. كما راكم تشوفوا هنا بعد ما روليتها حطيتها في الكونجيلاتور مده ساعتين، حطيها في الثلاجه مده ساعتين حتى تماسك بيان. كما راكم تشوفوا هنا بعد ما جازت هذيك الساعتين واش راح ندير؟ راح نحطها ونحي لها هذوك لي شيت منه باش من بعد هذاك الرولي تاعك يجي الشكل تاعو متقون وتجي لا فورم تاعو باهيه كما راكم تشوفوا هنا زينات. من بعد ما نحي هذوك الزوائد منه واش راح نديرو؟ راح نجيب الشوكولا تاعي ذوبتها فوق حمام بخاري شوكولا مونا ونديرها خطوط بهذه الطريقه. صافي هذا ميم ديكوراسيون تاعو بمكونات بسيطه وما ظليش اني تحطي هذيك الشوكولا من الفوق وكل شيء هو وحده من فوق جاي ليس. صافي كي تحطي هذا الشوكولا راح تعطيها فورم باهيه. هنا واش راح ندير؟ بعد ما درت هذيك الشوكولا عندي هاد الحبيبات الشوكولا استعملتهم من فوق كتزيين. التزيين حبيبتي يقعد اختياري، زين يبوش يتوفر عندك في البيت. طبعا انا كانوا يتوفروا عندي هاد المكسرات استعملتهم. اذا ما يتوفرش عندك تقدري تخليه سامبل وحده، باسكو البنه تاعو وحدها ما نحكي لكمش يعني لوغو تاعو هايل قراف بنين. كما راكم تشوفوا هنا استعملت شويه تاع كاجو شويه تاع بندق وعندي هنايا شويه تاع كاوكاو حطيتهم من فوق بهذه الطريقه. اعطاني هذا الشكل. بالنسبه للتزيين كما سبق قلت لك حبيبتي تقدري تخليه كما راه. هنا راح نحاول نقص معكم حبه باش تشوفوا مصداقيه كلامي كيفاش جا من الداخل. جا هايل. نتمنى ان شاء الله تعجبكم وصفه اليوم ونتمنى ان شاء الله تسيوها وتخلوا لي ارائكم في التعليقات، باسكو هذه الوصفه بزاف هايله زينات. تجربوها ما راكمش حتندموا عليها.
كيما راكم تشوفوا فيها يعني تجي تذوب في الفم مع هذيك البنه تاع المكسرات مع هذيك البنه تاع البسكويت، جات هايله هايله. وصلنا لنهايه لا فيديو لي نهار اليوم. نتمنى ان شاء الله تكون الوصفه نالت اعجابكم، نتمنى الوصفه تكون نالت رضاكم. اذا عجبتكم الزينات ما تنساوش تعموني بجام وكومنتر شباب كيما نتوما. انا جا الوقت اللي نخليكم مع ليا غير نقولكم اتهلاو في روحتكم، نلتقي في فيديو مقبل ان شاء الله.